السلام عليكم، معكم احمد شوقي وده فيديو جديد. وان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن التراكنج بالتفصيل واهم التريكات اللي هتخليك تطلع تراكنج شكله كويس، وازاي تضيف عناصر 2 دي و 3 دي مع تظبيط الاضاءه والاتش دي ار اي والحاجات دي كلها ان شاء الله. وبس كده، جهز كوبايه الشاي بتاعتك وتابع معايا الفيديو. هنجيب الفيديو بتاعنا نحطه كده في افتر افكت وبعدين نسحبه نحطه في العلامه دي كده، عامله له في كومبوزيشن لوحده. عشان التراكنج بتاعك يبقى مظبوط انت محتاج فيديو اولا بيكون كواليتي كويسه. طب لو الكواليتي مش كويسه هتعمل ايه؟ هقول لك دلوقتي هتعمل ايه. طيب اول حاجه بتجرب تعمل تراكنج للفيديو بتاعك من غير ما تعمل اي حاجه. لو كويس تمام خلاص التراكنج بتاعك مظبوط، وهنعرف ازاي كويس وازاي مش كويس دلوقتي. لو التراكنج بتاعك مش كويس فبتضيف له افكتات عشان تطلع بافضل كواليتي في الفيديو اللي قدامك. طب هعمل تراكنج ازاي؟ طبعا الافكت كده مش موجود قدامك، فهتروح عند ويندو، تلاقي حاجه عندك اسمها تراكر، تدوس عليها كده. تمام هتلاقيها فتحت كده. اول حاجه زي ما قلت لك بتجرب التراكنج على الفيديو بتاعك. طب لو الفيديو بتاعك مثلا كواليتي مش حلو مثلا، وانت شايف اللي هو مش كواليتي مش حلوه، فهتروح هنا عند افكت اند بريسيتس وتضيف افكت اسمه شاربن. هو الافكت ده هتشده كده تحطه على الكومبوزيشن بتاعك ده، الشارب في الفيديو بتاعك شويه. تمام، ده قبل وده بعد على حسب الفيديو. طبعا الفيديو ده كواليتي كويسه فانا مش هعلي الافكت قوي. تمام كده، لو حطيت الافكت هنا مش هيتطبق ولا كأنك عملت حاجه، فهنضطر ان احنا نعمل ده في كومبوزيشن لوحده. هندوس على بري كومبوزيشن كده وتاكد انك عامل تشيك على العلامه دي عشان يودي لك الافكتات كلها جوه الكومبوزيشن، وبعدين تدوس على اوكي. كده معانا يعتبر فيديو جديد معمول بالشرب بتاعه وكل حاجه. فهندوس على تراك كاميرا، وبعد ما خلص التراكنج ظهرت لك النقط دي اسمها بوينت تراك، او نقاط التتبع اللي هي في الفيديو بتاعك. طبعا وانت بتقلب كده في الفيديو هتلاقي النقط دي متوزعه على الفيديو كله كده. عشان نتحكم في النقط دي بتسحب بس السلايدر ده كده شويه، بتلاقي ايه النقط دي كبرت كده شويه. تمام، احنا مثلا عايزين نحط هنا عنصر 3 دي، ونيجي مثلا هنا نحط اي حاجه 2 دي او نكتب اي حاجه على البيوت دي او نحط اي شيب او اي كلام من ده. هتيجي هنا عند اي نقط من دي، اقل حاجه يكونوا 3 نقط، هيظهر لك كده العلامه دي. وانت طبعا بتسلكت كده بالماوس، بتفضل ضغط كليك وتمشي بقى زي ما انت عايز على اي بوينت انت عايزها. حلو قوي، انا عايز اعمل مثلا على الشباك ده، عايز اعمل كده شيب كده على الشباك ده. فهاجي مثلا وليكن هنا على الاربعه دول وادوس كليك يمين، وبعدين ادوس على كرييت كاميرا، كرييت نال اند كاميرا او كرييت سوليد اند كاميرا، بس خلينا في النال دلوقتي. حلو، هو تلقائي بيحط لك الكاميرا كده. ولو جيت هنا مثلا في التو فيو، دي 1 فيو بيخليك الفيو بس كده، ولو جيت عملت 2 فيو بتشوف الكاميرا هنا في التوب كده. لو مش ظاهر لك كده خليها هنا، خليها توب، ما تخليهاش اي حاجه تانية من دول. تمام، وبعد كده هنجيب الشيب بتاعنا عادي ونعمل اي شيب كده وليكن بالطريقه دي، ونخلي مثلا اي لون، ونخلي الاوباسيتي بتاعت اللون بتاعته وليكن 50% مثلا. تمام، ونخلي الانكر بوينت بس في النص ونحوله ل 3D. اول ما تحوله ل 3 دي هتلاقيه كده ايه بعد في حته. طبعا انت مش عارف هو فين. تمام، احنا هنا عشان افهمك بس الدنيا، ده ان الاوبجكت بتاعنا اللي هو على الشباك بالظبط، اللي هو على البوينت تراك، على البوينت تراك اللي على الشباك، على البوينتات دي. ثانيه واحده، على البوينتات دي. فاحنا عايزين الشيب ده يروح عند النال اوبجكت دي. النال اوبجكت دي هنعمل ايه؟ هندوس كده على الشيب ونفضل دايسين على شيفت، ونشد كده من البيرنت اند لينك او من الخيط ده، وندوس على او نشده ونسحبه على النال اوبجكت كده. حلو، تلقائي راح عنده. راح عنده كده تلقائي. هنمشي كده في الفيديو هتلاقيه لازق كده في الشباك على طول. كل اللي احنا نعمله هندوس هنا، هنروح هنا عليه ونشد كده ونكبره شوية، ونظبط مكانه برضو كده شوية. حلو، او هندوس هنا كليك يمين، وبعد كده لا هننزل تحت كده شويه عند ريكتانجل باس كده، ندوس كليك يمين ونحول كونفيرت تو بيزير باس. ليه بقى؟ عشان يدينا تحكم في البوينتات دي. لو ما عملناش كده مش هيدينا تحكم في البوينتات دي، مش هتعرف تتحكم فيهم خالص، هيفضل شيب كده مربع او مستطيل على طول. تمام، فاحنا نحط كده ايه على الحواف بالظبط. طبعا خلينا بس ايه نركز في اتجاه واحد دلوقتي. طب نشوف كده التراكنج بتاعنا عامل ازاي. شغل كده الفيديو.
تمام، مظبوط مظبوط مظبوط. طب نلاقي هنا في مشكلة، المشكلة اللي بتظهر هنا ان بيكون في فرق او فراغ كده. طب نعمل ايه في المشكلة دي؟ طبعا انا اتعمدت اللي انا اعملها في الفيديو ده عشان اقول لك حلها ازاي، وازاي تحلها في اي فيديو تقابلك يعني. حلها بسيط جدا طبعا. مهما عملت التراكنج، مهما ظبطته في كده، بيكون نسبة خطأ في الكاميرا او في الحاجات دي، فبيديك الخطأ ده او الحاجة دي اللي احنا مش عايزينها دي يعني. فنحلها ازاي؟ بكل بساطة هتروح هنا عند البث وتدوس دوسة، وبعدين تدوس على كلمة باس دي. حلو أوي الكلام ده. فاحنا هنا نرجع على أول ما المشكلة تظهر بالظبط ونديها كي فريم. هنروح مثلا من كل 10 فريمات نديها فريم مثلا، أو نديها كي فريم. نرجع ورا كمان شوية ونشد إيه الكي فريم بتاعنا ده. هندوس على شيفت وبيج داون، هينقل معانا 10 فريمات. هنعلي الكواليتي بس شوية عشان نشوف العيب ده بالظبط. تمام. ونحرك الباس بتاعنا كده شوية وننزل على تحت. تمام مظبوط. نروح كمان 10 فريمات ونشوف التراكنج بتاعنا عامل ازاي. حلو أوي كده، ونفضل نستمر على الحركة دي لحد ما ايه نظبطه ان شاء الله. وبرضه حاجة مهمة، أهم حاجة تخليك الاين مع مثلا السهم ده. علم حتة تكون الاستروك بتاعك عليها على طول، عشان لما تيجي تشغل ما تلاقيش الخط ده عمال ينزل ويطلع كده. لا، ركز على حتة واحدة، خليك شغال معاها على طول زي ما انا بعمل كده. طبعا ده فيديو ريفرنس، ممكن تشتغل عليه تجرب، وممكن تجرب على اي فوتج عندك. ممكن تنزل تصور في الشارع وتعمل الكلام ده كله عشان تتعود. وطبعا المجال ده فيه شغل كتير، فعادي يعني لازم تتعلمه، مهم جدا يعني لو انت فيديو اديتور او موشن ديزاينر. شغل الفيديو بتاعنا كده ونشوف. طبعا التراكنج طالع مظبوط 100%. حلو قوي. هنروح ان احنا نضيف اوبجكت 3 دي في وسط التراكنج بتاعنا. هنعمل ايه؟ والمواقع اللي احنا بنستخدمها انك تجيب اوبجكت 3 دي. تمام. هنفتح كده جوجل معانا او اي متصفح عادي، وبعدين الاربع مواقع دول خدهم سكرين شوت او احفظهم كده باسمائهم. سيرش عليهم، هتلاقي فيهم حاجات فري وحاجات مدفوعة. سكتش فاب اول موقع، وده اللي احنا هنستخدمه النهارده يعني. والموقع ده برضو اسمه فاب دوت كوم، والموقع ده اسمه تيربو سكويد، والموقع ده اسمه سي جي تريدر. عليهم حاجات فري وعليهم حاجات مدفوعة. طب هسيب لك انا المواقع كلها في الوصف ان شاء الله، ونيجي مثلا هنا على سكتش فاب اللي احنا هنستخدمه النهارده، او ممكن تستخدم اي حاجه فيهم عادي يعني. انا بفضل البرنامج ده عشان بحس اللي فيه عناصر كتير فري يعني. فمثلا هنجيب مثلا كلب ده وندوس على دوج ونسيرش ونخليه مثلا ايه انيميتد. نجيب اي حاجه متحركه واعرفك ازاي نحركها على الافتر افكت. يعني بيكون الانيميشن معمول جاهز، فاحنا بنحطه على الافتر افكت ازاي. تمام. انا مثلا عاجبني مثلا ده او ده، فتمام احنا تيست مع بعض. بس طبعا ايه، انت بقى تجيب الحاجه المناسبه ليك. عايز سيرش مثلا باي حاجه، سيرش هنا. تمام. انت هتدوس هنا، هتدوس على داونلود هنا دي، هيجي معاك الصيغ دي كلها. خليك مثلا في الجي ال بي، دوس داونلود على طول. خليه هنا في الجي ال بي او جي ال تي اف. دول هيشتغلوا معاك على طول، وبيكونوا متحركين لو فيهم انيميشن. نفك الضغط على الكلب اللي احنا نزلناه ده، نعمله دراج ودروب على الافتر افكت بكل بساطة. نحطه هنا، وبعدين نشد كده نحطه في السين بتاعنا ده. حلو. دوس على اوكي على طول، متعملش اي حاجة في الاعدادات دي. تمام كده. الكلب مثلا نزل هنا اهو، بس هو بعيد شوية عادي. واتأكد انك مخليها ادفانسد 3 دي، او هي تتعمل لوحدها على طول اصلا، مش لازم انت تعملها. حلو. كل اللي عليك هتعمله طبعا بعد ما عملنا التراكنج ده، التراك او النل اللي هو بتاع التراك ده في الاول، ممكن نعمله تاني مع بعض عادي. او بتشوف انت بتيجي عند التراكنج بتاعك ده 3 دي كاما تراكر، وبعدين تسلكت كده على كام بوينت مع بعض، وتدوس كليك يمين، وبعدين كرييت نل. حلو. حلو تمام. احنا مثلا ده الكلب بتاعنا اهو،
عايزين نجيبه هنا هنعمل ايه؟ بدل ما تفضل تشد كده مثلا وتعمل سكيل وكلام من ده، هتدوس على شيفت وانت ضاغط كده على العلامة دي بيرنت اند رينج، تشدها وتدوس على التراك نل اللي احنا عاملينه اللي هو ده. ماشي، هتلاقي الكلب اتحط كده. نظبط احنا بس الروتيشن بتاعه. ممكن تتحكم في الروتيشن من هنا عادي كده مثلا، او ممكن تدوس على حرف الار هيظهر لك الروتيشن ده. تشوف بقى الروتيشن هو الواي ولا الزد ولا الاكس. هنا الاكس مثلا، بس انا شايف كده مناسب. مثلا هتشغل الفيديو بتاعك هتلاقي التراكنج مظبوط مفيهوش اي مشاكل. تمام، بس كده الكلب مفيهوش اي حاجه مثلا جذابه. هو مجرد اوبجكت محطوط كده على طول، مفيش اي حاجه مميزه يعني. ممكن مثلا تعمل روتيشن كده شويه كده شويه انت او دماغك يعني. مثلا ايه، انا حابه بالاتجاه ده كده شويه، ونجيبه يمين كده شويه. تمام. كل اللي انت هتعمله عشان تخلي الكلب في حركة زي الانيميشن اللي كان موجود، هتلاقي هنا خيار اخير كده اسمه انيميشن اوبشن. تدوس عليه دوسة، وتدوس هنا عند نون، وبعدين تدوس على انيميشن دي. حلو. تمام كده اثرك وقته، بس بقى في حركة في الانيميشن. نشغل كده الفيديو بتاعنا نشوف التراكنج بتاعنا عامل ايه، والانيميشن اللي هو بتاع الكلب ده كله مظبوط، وكل حاجة مظبوطة. الكلب في مكانه ما بيتحركش. اللي احنا هنعمله دلوقتي، طبعا كل حاجة بيبقى موجود لها شادو، فاحنا هنعمل شادو للكلب ده ونعمله لايت. طبعا عشان ده لوب، فانت ممكن تعمل دبليكيت كده وتجيب تدوس على شيفت عشان يعمل سناب كده معاك. لما دوستش على شيفت هتلاقيه بيجري كده معاك، مش هتعرف تظبطها بالظبط. فدوس على شيفت وانت بتتحرك عشان ايه، هيخلي الطرف دي في الطرف دي بالظبط. فمش هيأثر معاك عادي، هيفضل شغال على طول باستمرار. كل اللي انت هتعمله برضو هتجيب شيب، هتدوس عند علامة الشيب كده وتخلي اي لون للشيب عادي، مش هتفرق معانا. وبعدين ندوس او نعمل شيب كده مربع او اي شكل انت عايزه يعني. وبعدين نحوله 3D. وبعد كده هتلاقيه برضه راح في مكان تاني، او ممكن تلاقيه في الشاشة بتاعتك عادي يعني. تمام، هتدوس على شيفت، وانت دوس على شيفت هتشد برضه كده من دي توديها عند التراك نول ده. حلو، هتلاقي الشيب معانا ظهر كده. عشان تشوفه اكتر هنفتح التو فيو. هنفتح كده، هنيجي عند فيو هنا من هنا. لو هي عندك كده مش باينه مثلا، هتشد الحاجات اللي في الجنب دي كده شويه يمين، وهتلاقي الحاجات دي ظهرت، او الايكون دي ظهرت، او الشكل ده ظهر. هتدوس عليه كده هنا، وهتدوس هتفتح التو فيو. هتخليها هنا كاستم فيو، او هتخليها توب على حسب ما انت ايه شايف يعني. بس انا بخليها كاستم، وبعدين بتحكم في التولز اللي هنا من فوق دي. عايز اعمل روتيشن شويه، عايز اعمل بوزيشن، كلام من ده شويه يعني. هاجي هنا عند ده، ادوس كده خليه تحت الكلب كده بشويه. طب مش عاجبني مثلا كده، نعمل له روتيشن كده شوية بس عشان نشوف مع تمام أوي كده. تمام، ونشوف النال بتاعنا فين. النال عند البتاع على طول، بس الكلب محتاج يتعمل له روتيشن شوية، ومحتاج ينزل شوية. حلو أوي. هنيجي هنا عند الشيب بتاعنا ده، نظبطه احنا بقى على قد الطريق بالظبط كده، وندوس كده هتلاقيه بيكبر معانا بالشكل ده. نظبط روتيشن. تعال نجيب وان فيو عشان نركز شوية. عارف انت الحواف دي والحواف دي، هنخلي الشيب بتاعنا عليها كده بالظبط. تمام، ممكن برضو تدوس هنا زي ما عملناها في الأول عشان نقدر نتحكم. convert to bezier gas دي، وبعدين نضغط على علامة البين تول وندوس كده ايه على الباسات دي، كل باس كده لوحدها كده. تمام أوي. حلو. ممكن نخليها فوق زي ما هي عادي، أو نخليها تحت عادي. نشغل كده الفيديو بتاعنا، تلاقي كله تمام وكله مظبوط. تمام. عشان تظهر الشادو على البلان دي او على الشكل ده، لازم يكون في ايه لايت. فاحنا هنضيف لايت، وبعدين هقول لك هنضيف لايت عادي الاول، وبعدين هقول لك ازاي تضيف بقى اتش دي ار اي وتتحكم اكتر في اللايت والحاجات اللي هي بتاعت ال 3 دي والكلام ده كله. هندوس على نيو، وبعدين ندوس على اللايت، وبعدين نخليها زي ما هي كده، مغيرش فيها حاجه، خليها انفايرمنت برضو وكل حاجه. وبعدين ندوس على اوكي. تمام، اول ما دوست عليها ظهر لك كده ايه الشادو على طول على البلان بتاعتك دي. تمام، مثلا وليكن الشادو مثلا ده في وقت متأخر شوية، فممكن الشمس جاية من قدام أو من ورا. هنا يعني هنا صعب انك تشوف على مصدر إضاءة. بس مصدر إضاءة مثلا الشادو كله جاي من ايه يعني. مثلا لو جيت تبص كده على السلك ده، هتلاقي الشادو نازل كده لتحت شوية،
وجاي من ناحية الشمال كده، فاحنا ايه هنحاول نحاكي الحاجة دي. حلو، يعني الشادو بتاع الكلب هيبقى العكس، هيبقى الجنب ده. وهنا برضه عشان في شارع وكده فممكن يكون شادو من ناحيتين عادي. فاحنا هنيجي هنا عند الانفايرومنت دي، وبعدين ترانسفورم، وبعدين ايه نغير في اتجاه الشادو. يعني انا شايف مثلا اللي كده مناسب. ونيجي هنا على اخر حاجة نعملها عشان الشادو، هنختار الشادو بس. هنفتح الشيب كده بتاعتنا دي، وبعدين نروح عند material option، وبعدين تدوس على accept shadow كده من هنا، تخليها off، تخليها only. بس كده الشادو اتعمل معاك، مفيش اي مشكلة فيه، مفيش اي حاجة. بس اللايت برضو محتاج نظبطه شوية، هنظبطه اكتر اما نضيف ال HDRI. احنا بس بنعمله كده ايه مجرد شكله وخلاص يعني. كله تمام، مفيش اي مشاكل، بس في مشكلة هنا بس شوية. نلعب في البلين شوية كده. تمام، هنا ظهرت مشكلة برضو عشان احنا حطينا إضاءة وكده، عايزين نلغي المشكلة من هنا أو نجي نسيب دي بألوانها الطبيعية. هندوس كده هنا برضو عليها، وبعدين نروح عند material option، وبعدين accept light، خليها off. هتلاقيها ظهرت بألوانها الطبيعية عادي، مفيش أي مشاكل. طيب الموقع اللي معانا التاني اسمه بول هيفن، وده هنجيب عليه حاجة اسمها HDRI. دي اللي هي اللايت بتاعة المكان. هتفهم دلوقتي واحنا بنسطبها على افتر افكت. طبعا انت ممكن انت تصورها، اللي هي بيبقى ليها طريقة معينة للتصوير وكده، أو ممكن أنت تجيب حاجة شبه اللي أنت محتاجها، شبه اللايت اللي أنت محتاجها. تمام، هنروح هنا على الفيديو بتاعنا، هنلاقي مثلا النور قليل خالص في وقت المغرب مثلا، أو قبل المغرب، والسماء مفيهاش غير سحاب بس، واللايت خفيف خالص. فاحنا هنجيب حاجة قريبة من اللايت اللي معانا ده في الفيديو من الموقع ده. هنفضل نقلب كده شوية، ده كده بالنهار شوية، عايزين حاجة أغمق. ممكن ده قريب شوية نفتحه كده معانا فوق، كلير تاني كده لوحده كويس برضه، ده ينفع. هتدوس داونلود كده عادي، تخليها 4K و HDR زي ما انت شايف كده، وتدوس داونلود، تختار المكان بتاعها. بعد ما حملت معانا كل اللي انت هتعمله، هتشد ال HDR وتوديها على افتر افكت، تحطها هنا كده بالظبط، وتعمل لها دراج ودروب على الكومبوزيشن بتاعك هنا مثلا، وتكبرها كده شوية وكده مثلا كويس. تمام، هنيجي هنا عند اللايت، وبعدين هنيجي هنا عند لايت اوبشن، ونخلي ديفولت دي خليها ال HDR اللي احنا منزلينها. تمام، كده نزلت معانا وكله تمام، بس برضو محتاجة تتظبط شوية. هنا مثلا شوف بقى الشادو مثلا، خليه دارك شوية. أنا شايف اللي كده مناسب، بس برضو حاجة عايزين نضيفها. طبعا الكلب هيكون مدي شادو على البيت ده والبيت ده، أو البيت ده أكتر، عشان اللايت زي ما احنا اتفقنا جاي كده ايه من على الجنب ده. طب تمام، هنعمل ايه هنا؟ هنروح هنا عند الشيب اللي احنا عملناه، وندوس على كنترول دي، ونجيب كده مثلا الانكر بوينت هنا في الجنب، ونعمل روتيشن كده شوية كمان، على ممكن مثلا انه كده. برضه هنجيب الفنتول، نستخدم عشان يبان معانا هنا. حلو كده، ادينا شادو شوية على على البيت ده. نيجي برضه على البيت التاني، نعمل نفس الطريقة بالظبط، كنترول دي، نغير لون بس عشان ما يكونش في أي اختلاف. كده عملنا التراكنج مظبوط، واللايت مظبوط، وال HDR مظبوط. استنونا إن شاء الله في دروس جاية نتكلم بتفصيل أكتر عن الموضوع ده كله، وإن شاء الله هنعمل إفكتات كتير. يعني إحنا عملنا تراكنج بس، حطينا كده أوبجكت، وضفنا أوبجكت 2D و 3D. في الفيديو بقى الجاي إن شاء الله هنعمل إفكتات أكتر، وإزاي تتحكم في المشهد كله كامل، وبقى تضيف شوية أرقام وشوية حاجات موشن. هكون خاص أكتر بالموشن جرافيك يعني. وبس كده، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب. شكرا.